نشرة أخبار هذه الظهيرة تأتيكم من استديوهاتنا بالعاصمة أسمر المشاهدون الأفاضل أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم والمستهل بالعناوين. حاكم إقليم عنسبة يبحث مرسوم الأراضي في إيدن. السيطرة على الملاذ في إقليم عنسبة. الإيرتريون في المهجر يناقشون القضايا الوطنية. ومحادثات بين الصين والهند حول النزاعات الحدودية. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على أكبر تعديل للنظام الضريبي. والرئيس الفلبيني يعلن هدنة مع المتمردين الشيوعيين. أهلا بكم من التفاصيل. بحث حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود في التاسع عشر من ديسمبر مع سكان بلدة إيدن بمديرية علا برعيد مرسوم الأراضي رقم 58994، وأشار السكان لضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة التي تساعد للإسراع لتنفيذ الخطة السكنية وضمان نظافة بيئتهم والدفع بتنمية منطقتهم بالتعاون مع الإدارة. وذكر مدير بلدة إيدن السيد عبدو عمار في تقرير القانون والنظام الذي قدمه عن إزالة المباني التي تعيق تقدم برامج التنمية وتنفيذ الخطة السكنية. أعلن مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة في التقييم الذي أجراه السيطرة على مرض الملاريا بنسبة 97% بفضل تضافر جهود الوزارة والمجتمع والجهات المختصة. وأشار التقييم الذي جرى يومي 16 و17 من ديسمبر بمدينة كرن إلى العمل عبر خطة استراتيجية خمسية تستمر من عام 2017 وحتى 2021 لاستئصال مرض الملاريا. وقد وصل المرض مرحلة الزوال في مديريات عتك ليزان وعلا برعيد وحلحل وقلب، ومرحلة قبل الزوال في مديريات أصماط حقات حمل مال هبر وكرن. وأوضح مسؤول برنامج مكافحة الملاريا في مكتب وزارة الصحة بالإقليم السيد كيروس سرقة أن النجاحات التي تحققت نتاج الجهود المنسقة، داعيا تعزيز مشاركة المجتمع عامة لخفض الملاريا لمستوى الصفر. وقدم شرحا في الاجتماع حول الأسباب المؤدية للإصابة بالملاريا، مناديا لتكثيف التوعية الصحية خاصة في أوساط المزارعين والرعاة وأفراد الجيش والطلاب لكونهم الأكثر عرضة للمرض. ودعا المدير العام للخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد عبد الله الأمين تيتا في ختام الاجتماع للحفاظ على الإنجازات المكتسبة والعمل المنسق لإحداث تغيير في العادات الضارة. عقد الإيرتريون في السويد والنرويج وإسرائيل اجتماعات بحثت الأوضاع الآنية في البلاد والتطورات الإقليمية والخدمات القنصلية. وقدم القائم بأعمال السفارة الإيرترية في الدول الإسكندنافية السيد يوناس مانا في السيمينارات التي عقدت في مختلف الدول في مختلف المدن السويدية والنرويجية توضيحا بشأن إنجازات برامج التنمية والتصدي الشعبي والحكومي، مشيرا إلى أن تقرير البطاقة الجنسية من البرامج التي ستنفذ في عام 2018. من جانبه أوضح مسؤول شؤون الجاليات السيد سراك بهلبي أوضح الوصول إلى مرحلة ثقة بالتصدي القوي والواعي للشعب الإيرتري، مشددا بأن العمل لإنجاح كامل للبرامج الوطنية بتسخير التنظيم القوي والقدرات المهنية من المهام الآنية. وأكد على فشل العدائيات التي استهدفت تشويه إيرتريا. وشهدت السيمينارات شرحا حول البرامج الموضوعة لتقرير بطاقة الجنسية ودور المواطنين فيها. من جهة أخرى عقدت سفارة إيرتريا في إسرائيل سيمينارا حول الأوضاع الراهنة في البلاد للجالية الإيرترية في مدينة إيلات. وأوضح القائم بأعمال السفارة في إسرائيل السيد سلمون كنفي في السيمينار العدايات التي حدثت في 20 سنة الماضية وتصدي الشعب الإيرتري والوحدة الإيرترية وتنمية الهوية وجهود الجاليات وأهميتها والخدمات القنصلية. أوضح مسؤول خدمات توزيع المياه في مديرية عبد القيح السيد زرق كبراب
أن الجهود التي بذلت لحل مشكلة المياه في مدينة الدقيح حققت نتائج مرضية. وذكر المسؤول عن تركيب مولدات الطاقة الجديدة بدءا من شهر أبريل الماضي ليحل النقص في الكهرباء وتوسيع مد أنابيب المياه لإيجاد الحل الكامل. وأشار إلى حصول أكثر من 70% من سكان مدينة الدقيح وكلية الآداب والعلوم الاجتماعية على خدمات المياه بالصنابير وإيصال المياه إلى الأماكن الأخرى بشاحنات الصهاريج إلى جانب صيانة آبار المياه في ضواحي المدينة. من جانبه دعا المدير المؤقت لمديرية الدقيح السيد كيروس قبر مريم للاستخدام الجيد لهذه الموارد لضمان استمراريتها. وعلم بأن مشاريع مياه إدارة ميساغولا زولا وأبا سلامة وبرهيند ومعردة وعدي خانتا وإمباغلاي سيتم صيانتها في الوقت القريب. جرت في مديرية بارونتو انتخابات مدراء الضواحي ولجان القرى. وأوضح مدير مديرية بارونتو السيد أوريليو جاكومينو أن الهدف هو تبديل المدراء الذين كانوا في الخدمة وحصول السكان على خدمات إدارية جيدة وعن كثب. وأشاد بالتجربة التي اكتسبها الشعب من المراحل السابقة. من جانبه أوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد ولد سلاسة أبراهام أن على المدراء المنتخبون تنفيذ المسؤولية التي حملها لهم الشعب بتفاني. وأكد المدراء المنتخبون من جانبهم على العمل المخلص المتفاني. أيها السادة والسيدات، إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت الهند أنها ستستقبل مندوبا صينيا لعقد جلسة مناقشات جديدة تتعلق بنزاعاتهما الحدودية، هي الأولى منذ نهاية المواجهة التي دارت بينهما حول هضبة جبلية هذا الصيف. وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان لها أن مندوب الصين الخاص للحدود سيلتقي في نيودلهي نظيره في الاجتماع العشرين المخصص لهذا الموضوع. ويواجه العملاقان الآسيويان نزاعين حدوديين كبيرين، حيث تطالب الهند بمنطقة أكساي شينا التي تسيطر عليها الصين، وفي الشرق لا تعترف بكين بسيادة الهند على أورناشال براديش التي يعتبرها الصينيون جزءا من جنوب التبت. فقد أرسل إليه الهند قوات لمنع الصين من شق طريق عسكري. وأخيرا اتفق الطرفان على فك الاشتباك في أواخر أغسطس الماضي. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على أكبر تعديل لقانون الضرائب منذ أكثر من 3 عقود، ولأسباب إجرائية يتعين إحالة مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب الذي وافق عليه بالفعل. ويمثل إقرار خطة التعديل أول انتصار تشريعي لترامب. ويرى المنتقدون للتعديلات أنها منحة لكبار الأثرياء وستؤدي إلى توسيع عجز الميزانية، ولكن الجمهوريين الذين يسيطرون على الكونغرس يقولون أن خفض الضرائب للمؤسسات الصغيرة والأشخاص من شأنه أن يحفز النمو الاقتصادي. وشهد مجلس النواب اعتراض 12 نائبا جمهوريا وجميع النواب الديمقراطيين على مشروع القانون الذي تم التصديق عليه بواقع 227 صوتا مقابل 203 أصوات. أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الاثنين عن وقف إطلاق نار فوري من جانب واحد مع المتمردين الشيوعيين، مطالبا إياهم بالإقدام على الخطوة ذاتها لإنهاء عقودا من العنف. وقال دوتيرتي أمام الكونغرس أنه يريد سلاما دائما وثابتا قبل نهاية فترة ولايته التي بدأت في 30 من يونيو الماضي، وذلك وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس. ووجه الرئيس كلامه لميليشيات جيش الشعب الجديد بقوله دعونا ننهي عقودا من الكمائن والمناوشات. ويشار إلى أن التمرد الشيوعي المستمر منذ عقود الذي يعد أحد أطول أشكال التمرد في آسيا قد أودى بحياة قرابة 150 ألف مقاتل ومدني، كما أوقف التنمية الاقتصادية لا سيما في المناطق الريفية حيث الوجود القديم للمتمردين الماويين. المشاهدون الأفاضل، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.